صباح الخير. النهاردة هنعمل مع بعض عصير الأورنج بالجزر. هنعمل كمية ونحطها في الفريزر. أول حاجة هنعملها هنعصر الأورنج لو عندك عصارة كهرباء، أو لو ما عندكيش بالعصارة العادية اليدوي. أي حاجة متاحة عندك استخدميها. مبدئيا بس حابة أعلق على حاجة علشان الفيديو بتاع تخزين رمضان كان فيه كذا حد بيعترض عن ان الحاجة تتحط في الفريزر، وان هم حابين ان الحاجة تبقى فريش. يعني ما فيش مشكلة، كل واحد ياكل ويشرب زي ما هو عايز. اللي عايز يعمل فريش اعمله عصير فريش واكله فريش، ما فيش مشكلة. الفيديو ده انا ببقى عاملاه عشان خاطر الستات اللي هي بتشتغل، ربنا يكون في عونها، بتبقى مطحونة من اول اليوم لحد اخره ما بين شغلها وهي صايمة، وترجع وتعمل اكل وتحضر عصاير وحلو وحادق ومواعين، وبعد كده سحور بالليل. فيعني لو اي وقت هي هتقدر توفره بحيث انها تبقى زي اي حد، زي حد طبيعي، يعني تقدر ان هي توفر وقت بسيط للعبادات، فده هيوفر عليها وهيساعدها. وهي اصلا بتبقى مش قادرة، يا حرام تقف على رجلها. يعني الواحد بيبقى نفسه يروح يساعدهم اصلا ويخزن لهم حاجات بيتهم يعني. فربنا يكون في عونهم اللي بيشتغلوا. اللي عايز فريش يشرب يا جماعة فريش، واللي عايز ياكل فريش ياكل فريش. وفي تعقيب كمان بس على الناس اللي هاجمت الفيديو بتاع تجهيز رمضان، وعمالة تقول انتوا بتاكلوا في اخر ذاتكم، ده شهر الصوم والعبادة والكلام ده. ماشي اوكي، ما احنا لازم هناكل على فكرة يا جماعة، يعني احنا صوم وعبادة ولازم ناكل. ما هو ربنا صرح لنا احنا بنصوم كذا ساعة وبنيجي في المغرب هناكل، وفي اطفال لازم تاكل. بنجهز الاكل ده عشان نوفر وقت لينا، بدل ما نقعد نقضي النهار كله في المطبخ. هنؤجر على ده وهناخد ثواب، بس انه نوفر الوقت ده برضو نقرا فيه شوية قرآن او حاجة. يعني نتعبد في الشهر زي الرجالة ما بيبقى عندها وقت كبير تقدر تعمل ده. والكميات يعني ناس كتير هاجمت الكمية. يا جماعة الكمية ديت انت لو عملتي عزومة ولا 2 في رمضان، ما انت بتاخدي ثواب افطار صائم يعني. فالكميات دي حاجة نسبية. نرجع للعصير بتاعنا تاني بقى. كفاية انا تعقيب وحاجات، انا اصلا كل الكومنتس انا رديت عليها. اتمنى ما كنتش تجاهلت اي كومنت في الفيديو اللي فات. اللي ما عندوش عصارة يا جماعة يدوي او بالكهرباء، تقدر تستخدم كوباية زي كده. حبيت اوريكم الطريقة برضو، بس هي بتاخد مجهود شوية بصراحة، اعصاب من اعصاب ايدك يعني، هتطلعلك عضلات يعني. فمعلش ربنا يكون في عونك بقى لو مش عندك، بس ماشي حالك. هو بس لازم طبعا مش هتقدري تعملي كمية بالشكل دوت، انت يعني هتعملي على قد مرة بمرتها، يعني مش هتقدري تخزني باليدوي ديت، هتبقى صعبة. بس هي هتقضي الغرض معاكي بحيث ان انتي تتعاملي بالمتاح عندك يعني، بس على كميات قليلة بقى، على قد الكوباية او 2 اللي هتعمليهم في اليوم. هنرجع بقى للعصارة بتاعتنا. انا حابة اعمل لكم ريفيو سريع عنها عشان لو حد حابب يشتري عصارة. دي عصارة براون. دي بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، دي عند ماما بقالها حوالي 30 سنة. يا ربنا يحميها يعني وتفضل تكمل معاها وقت تاني. انا جايباها بقالي حوالي 4-5 سنين. هي ممتازة بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. الموتور بتاعها حلو جدا. مش بتاخد منك مجهود وانتي بتعصري يعني. انا جبت قبلها حوالي 3-4 عصارات واغلبهم اتحرق وباظ. بيبقوا ضعيفة مثلا، الموتور بتاعها بتحتاج انتي تضغطي عليها جامد. بتاخد منك وقت اطول يعني. المهم ان هي ديت ممتازة، وقطع غيارها يعني او قطعها سهل ان انتي تفكيها وتركبيها بسهولة. بتطلع لك الاورنج الى حد ما كويس، مش يعني لا هو في بذر او حاجات، لا متصفي معقول. بس ونبدأ بقى نروح للخطوة التانية بتاعة الجزر. انا هعصره في العصارة بتاعة الفواكه. تمام. برضو اللي ما عندوش عصارة فواكه يعمل فيها الجزر، هيكون برضو ممكن يعمله بطريقة تانية. لازم نشوف بديل برضو لكل حاجة عشان نتعامل بالموجود. قطعي الجزر شرايح او قطع يعني سميكة شوية، وحطيه في شوية مية صغيرين مش كتير، وغطيه وخليه ياخد غلوة على النار يطرى شوية. وبقولك ما تكتريش المية عشان انتي تضربيها فيه عشان ما ينزلش فايدته برضو في المية دي وترميها، لا اضربيه فيها بالخلاط بعد كده، وبعدين ضيفيه على الاورنج. بالنسبة للعصارة برضو هديكي ريفيو سريع عنها. احنا اشتغلنا بيها قبل كده في في الفيديوهات الكذا جزء بتاع اللانش بوكس، وعملنا فيها عصاير كتير. دي ماركة كنود.
هي تعتبر رقم 2 بعد براون. انا كنت بستخدم براون عند ماما برضو، بسم الله ما شاء الله كانت ممتازة، بس اكيد هي دلوقتي سعرها بقى غالي قوي، ما اعرفش هي سعرها وصل كام، بس انا جبت ديت ب14 دينار. كويسة وماشي حالها صراحة. هنيجي بقى، انا دلوقتي عصرت كمية الجزر كلها. بالنسبة للجزر مع الأورنج بيختلف من ذوق حد للتاني، يعني ممكن حد يحب نص الكمية جزر ونصها أورنج، ممكن حد لأ ربع وتلات أرباع، فحسب الذوق طبعا. فدي طريقة ممكن تعمليها برضو، بيحفظوا بيها عصير الليمون لو حد حابب يعمل ليمون مركز ويحفظه يعني. بتحطيها في قوالب السيليكون بتاعة التلج، وبتطلعيها الفريزر تجمد، وبعد ما تجمد تفكيها تحطيها يا في علبة يا في كيس نايلون، ولما تنزلي مكعبين 3 على حسب الاحتياج في كاس الأورنج، او ان انتي تحطيهم زي كده. انا بحط الأورنج لوحده والجزر لوحده علشان اخلط الكميات زي ما كل حد حابب. لو حد حابب يشرب أورنج لوحده اوكي يعني. انا بجيب الكاس المعياري وبحط فيه كيس نايلون، انا بخزنه في كيس نايلون، وببدأ اصب فيه الأورنج الكمية اللي انا عايزاها. انا صبيت نص لتر، وبنشيل الكيس بعد كده بالراحة من الكاس، ونبدأ نطلع منه الهواء، نخرج منه الهواء خالص. ويا اما تربطيه طبعا لو ما عندكيش المشابك بتاعت ايكيا، او لو عندك المشابك بتاعت ايكيا اللي قلنا عليها المرة اللي فاتت ديت هي بتكون محكمة. ما عندكيش اربطي ومشي حالك، واربطي وظبطي امورك، هي بتكون محكمة ما تنزلش ولا نقطة. انا عملتهم دولت 500 ملي، كل واحدة فيها 500 ملي، والجزر عملته 250. انتي اعملي يعني طبعا النسب بتاعتك انتي يعني. كده احنا خلصنا تعتبر التخزين بتاعنا. حابة اعقب بس اخر تعقيب، انا عارفة الحلقة ديت او الفيديو ده يعني هيكون صداع شوية، انا رغيت فيه كتير معاكم، بس حابة اوضح حاجات معلش، لان كمية كومنتس كتير ممكن حد ما يقراش حتى الرد اللي انا برده عليه. بالنسبة للموسيقى عملت جدل فظيع الفيديو اللي فات، معرفش ليه، يمكن انا عامله حوالي 70 فيديو، يمكن جه على الفيديو ده حصل جدل فظيع يعني على موضوع الموسيقى ما بين مؤيد ومعارض. يعني في ناس مش حابه الموسيقى وشايفه انها مزعجه او ان هي مستحرمه، وفي ناس لا حابه الموسيقى جدا وحاسه انها يعني حاجه موديه لذيذه بتعمل ريلاكسيشن يعني. فانا نزلت الفيديو مره تانية من غير موسيقى، وارضاء لجميع الاذواق يعني فاهمين. فانا برضو هعمل كده المره دي، ان انا مش حابه انزل فيديوهاتي من غير موسيقى بصراحه. انا بحس ان الفيديو عامل زي الصنم كده، فيديو صامت بدون روح. الموسيقى هي اللي بتديله روح، بغض النظر عن موضوع الحلال والحرام انا مش هتكلم فيه يعني، بس هو يعني حتى البرامج الدينيه بيبقى فيها انترو، الانترو بتاعها بيكون موسيقى يعني، وبيبقى داخل فيها بعد كده المفتي بيتكلم وكذا. فهو لو شايف ان الموسيقى في المطلق حرام ما كانش يقعد في برنامج بيحط موسيقى. بس بغض النظر يعني عن نقطة الحلال والحرام، عشان برضو ما نشيلش وزر حد، انا برضو هحط الفيديو مرتين. كل الفيديوهات بعد كده ان شاء الله هحط واحد، وهكتب في العنوان بتاعه انه بدون موسيقى، اللي حابب يتفرج عليه، واللي حابب يسرح مع الفيديو مع الموسيقى او بيحب يتفرج مع الفيديو مع موسيقى يبقى عنده برضو النسخة التانية. ده ارضاء لجميع الاذواق. انا كده خلصت بقى الفيديو بتاعي وخلصت كلامي كله الرغي بتاعي كله. بنبدأ بقى لما تيجي تقدمي العصير طبعا ابدأي حطي خلطي زي ما انت عايزة الكميات زي ما اتفقنا، جزر على الأورنج، حطي التلج بتاعك هيرطب عليك ان شاء الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم، مكونش صدعتكم من كتر الرغي، واكون وضحت الكام نقطة اللي حصل فيهم جدل في الكومنتس الكتير اللي على الفيديو اللي فات. وكل سنة وانتم طيبين.